بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا والدي أنت وجميع أمواتنا. الفيديو ده توضيحي لكل الناس اللي بتحاول تدخل تحل في الموضوع، لكل الناس اللي اختبتني أنا وإخواتي واتكلموا في حق أبويا وفي حقنا إن إحنا بنشهر إن الموضوع موضوع ميديا. لازم تسمعوا الكلام ده. مبدئيا أي حد اختبني أنا وإخواتي وهو مش عارف إيه اللي حصل بالظبط مع أبويا، إحنا مسامحينك دنيا وآخرة. احنا مسامحينك دنيا واخره والله العظيم لانك ما تعرفش. لكن اي حد يعرف قصة ابويا وبيحاول يوصل حاجة تانية خالص وبيحاول يشوه في سمعتنا وبيحاول يجيب سيرة ابويا بالغلط وبيحاول يطلعنا ان احنا غلطانين، يا رب يا رب يا رب تشوفوها في اعز مليكم، بما ان انتوا قبلتوا ان انتوا تقولوا كلمة باطل مش كلمة حق. واي حد الناس دي تتواصل معاه عشان يخش يحل معانا لازم يسمع الفيديو ده قبل ما يرن عليا تليفون علشان ما يسمعش كلام يضايقه مني. نهاية الكلام، ابويا لما راح عشان يعمل عملية عند الدكتور احمد بسبب ان حد المفروض من اصحابه قال له طالما انت فلوسك جاهزة تعالى اعمل العملية دلوقتي بما انك تعبان، ليه تستنى القوات المسلحة 3 شهور؟ وابويا يا عيني من كتر التعب راح فعلا علشان يقابل الدكتور ده ويشوفه. ابويا لما دخل الدكتور هو والدتي قال له يا حاج من كتر التعب اللي عندك ده لو انت جاي صايم هعملها لك دلوقتي، لو انت جاي صايم هعملها لك دلوقتي، بس يا حاج اعمل لي تحليل السيولة ده وتعالى وهعمل لك العملية بكرة الصبح الساعة 8. اتفاجئنا بابويا بيرن علينا احنا هنعمل عملية بكرة. يا بابا ما ينفعش يا بابا، طب بنجدد اقامتنا وجايين قدامنا 4 ايام لسه. قال يا ابني انتوا عايزين تيجوا تلاقيني مشلول؟ انا لو استحمل وجع ربع ساعة كمان مش هعمل العملية. تخيل ابوك بيقول لك كده عشان الناس اللي تقول لك انتوا غلطانين، كنتوا بره كنتوا جوه، احنا بندور على رزقنا. وابويا كان ماشي على رجله، كان تعبان بس ماشي على رجله. المهم امي دخلت لك وقالت لك انا ولادي بره وهي بتعيط ومعيش غير ربنا وهو على ابويا، علشان خاطر اعتبرني زي امك وخلي بالك عليه. بس انت ما عملتش بيها، انت ما عملتش بيها. انا هحاول اسيطر على نفسي علشان الموضوع يفهم بطريقة كويسة وسلسة. اللهم صل على سيدنا محمد. ابويا عمل له الفحص وتاني يوم خدوا الساعة 8 تقريبا او 7 على المستشفى عشان يعمل له عملية. ابويا دخل عمليات يوم 17/9 علشان يعمل العملية تثبيت فقرات التالتة والرابعة والخامسة في الظهر بسبب الغضروف. الدكتور المحترم راح عمل لابويا عملية، ركب له شريحتين ومسامير. مطلع ابويا من المستشفى يوم 17/9 في نفس يوم العملية، عامل عملية البني ادم يوم 17/9 مركب له شريحتين ومسامير، مطلعه في نفس اليوم وتقول له طالما انت اتحركت يا حاج يبقى انت امورك كده تمام، هتروح البيت وتاخد العلاج ده. ده يا مؤمن ينفع؟ وروح ابويا فعلا. ابويا بدأ يشتكي من موضوع في ظهره ان فيه وجع وفي ورم في ظهره، يتواصل مع ابويا تمام على الواتساب ويبعت له علاج على الواتساب، اطلب ان ابويا يجيلك، اطلب ان ابويا يجيلك. قعد كل شويه يبعت له يقول له تجيب العلاج ده يا حاج وتاخد العلاج ده، النهارده انت عامل ايه يا حاج؟ والمحادثه كلها مسجله معايا وموجوده في النيابه. تمام. المهم كل التواصل كان عن طريق الواتساب لحد يوم 12 الشهر لما انت اخدوا ابويا وجولك علشان تشوف. اخويا جالك مرتين بابويا، كان اخويا نزل من السفر، وفي المرتين ما شخصتش ان ابويا عنده ورم، قلت دي مضاعفات بسبب جسم غريب داخل جسم ابوكم. تمام. وياخد العلاج ده وهيبقى كويس. نكتشف يا جماعة انه ابويا، والاكتشاف ده بعد وفاة ابويا، تمام، ان ابويا جاله قطع في النخاع الشوكي من العملية الاولى اللي كانت في المستشفى، ده غير العملية اللي اتعملت في المركز الطبي او في مركز النساء والتوليد بمعنى اصح. من العملية الاولى ابويا جايله قطع في النخاع الشوكي. القطع في النخاع الشوكي عمل رشح عند العمود الفقري، عمل بالونه قد كده في ظهر ابويا، يعني ابويا كان بيتشل تدريجي زي ما حصل مع ابويا واتشل قبل ما يوصل لك.
كان جاي لك رجليه الاتنين ما بيتحركوش، مشلول بالنص اللي تحت، وايده اليمين اتشلت وانت بتنزله وشايله من العربيه مع اخويا. يعني على عينك، على عينك. ابويا اخويا راح له للدكتور من كتر ما بيتواصل معاه وبيرن عليه ما بيردش، راح له العياده لوحده، مش هياخد ابويا يشيله ويوقفه في دور. قال له يا دكتور وضع ابويا بيسوق، وضع 1 2 3. كتب لابويا على حقنتين كورتيزون وقال له ابعتهم للجماعه عندك في البيت يدوا الحقنتين دي، وافضل قاعد معايا هنا بعد ساعه او نص ساعه نشوف المفروض يتحسن. اخويا بعت لهم فعلا على الواتساب وادوا لابويا الحقنتين. بعد نص ساعه او ساعه ونص اتصلوا قالوا له يا هشام حاله ابوك سائد بزياده. كتب لابويا على حقنه سوليميدرول 1000 مللي جرام وقال لاخويا ياخدها دلوقتي كمان، وهو لسه واخد حقنتين كورتيزون. ادوا لابويا الحقنه ضربت عنده الضغط ورفعت عنده السكر ل 650 ل 650. تمام، بقوا بيجروا حوالين نفسهم. ابويا كان بيموت مننا، واخويا واختي بس اللي موجودين في البيت، كنا لسه ما نزلناش انا اخويا التاني بنجدد الاقامات. جم وقعدوا يجروا بابويا ويدورهم، وراحوا عملوا اشعه رنين علشان يشوفوا ابويا في ايه مع فحوصات دم. اشعه الرنين اللي الدكتور قال لاخويا ابقى اعملها لي على يوم الخميس، وسبحان الله يا رب، سبحانك يا رب، ابويا صمم ان الاشعه تتعمل النهارده كانه حاسس انه هيموت. سبحانك يا رب، لو ما اتعملتش ما كناش عرفنا اي حاجه عن ابويا. ابويا راح عمل الاشعه طلع عنده رشح من النخاع الشوكي، ومحدش قال لنا، احنا ما نعرفش ايه ده. لما بعتوا الصوره للدكتور، الدكتور قال ده مجرد كيس دم، انا هسحبه بسرنجه بس، هاتوه تعالوا لي حالا. راحوا العياده بتاعه النساء والتوليد اللي هو المركز بتاع ابوه، هو ليه عياده جوه. دخل ابويا بغرفه عمليات هناك. انت هتعمل ايه؟ فابويا قال لك احنا نسحب بس سرنجه. تمام. اختي قالت له انا عايزه عينه. زعل الدكتور وطلع قعد مع ابوه، وابوه حي يرزق يقول الكلام ده حصل وشاهد بالصوت والصوره. تمام. قعد مع ابوه. دخلت اختي قالت له يا دكتور محمد ابنك، انا عندي طفل 8 سنين بيتقمص زي ابنك بالظبط. قال لها انت عايزه ايه يا استاذه ملك؟ قالت له عايزه عينه من اللي هيطلع من ظهر ابويا حللها. قال له طب اديها عينه. بعت اخويا علشان يجيب له حاجات من الصيدليه، قال له تجيب لي الحاجات دي من الصيدليه الفلانيه. اخويا راح واختي قاعده. اخويا لما راح الصيدليه اكتشف ان الحاجات اللي رايح يجيبها دي عباره عن درنقه. اخويا انصدم، درنقه ليه؟ ده هو يسحب بالسرنجه. رجع جري ففتح الغرفه اللي المفروض هي غرفه عمليات للولاده، لقى الدكتور فاتح ظهر ابويا مكان العمليه كامل، وبيفتح وبيشق في ظهر ابويا، وداخل كف ايده لحد هنا في ظهر ابويا. اخويا انهار وقال له انت بتعمل ايه؟ انت فاتح ظهر ابويا ليه؟ والعمليه اللي موجود مع الدكتور جوه اخوه اللي لسه في الثانويه العامه، وواحده بتشتغل هناك تقريبا في النظافه او بتاخد مواعيد. يعني مفيش اي تحاليل ولا اي حاجه حصلت لابويا هناك، وفاتح له في مركز نساء وتوليد. فاتح له في مركز نساء وتوليد. ابويا بدات حلقته تنهار، قام مكمل لابويا كمان في ظهره. اما ابويا طالع من ظهره كل بقى كميه النخاع الشوكي والدم والصديد وكل حاجه انفجرت في ظهر ابويا. ابويا طلع عنده اصلا تسمم حاد في الدم من العمليه الاولى بسبب بكتيريا من غرفه العمليات. اختي واخويا هم منهارين وعمالين يقولوا له انت عملت ايه؟ انت عملت كده في ابونا ليه؟ اداها العينه وقال لها خدي بس اعملي العينه دي حلليها وما تقلقيش، دي شعيره من شريان هي اللي عملت التجمع الدموي ده، كمان كنت بتكذب في دي. هي اللي عملت التجمع الدموي ده، وخدوا ابوكم يومين وهيبقى كويس. دخلوا لقى ابويا حياته بتنتهي والنبض نزل ل20 وابويا بيروح. اختي صوتت قالت انا عايزه عنايه مركزه. يقول لها طب انت شفتي مستشفى توديه فيها؟ قالت له انا اللي اشوف، ده انت الدكتور صاحب الحاله. ابوه قعد اتصل بدكاتره، ب4 دكاتره كبار جم بسرعه ويلا وخدوه بسرعه العنايه لانه خلاص. وفعلا راح يا عيني 5 ساعات قلبه وقف 3 مرات ومات. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وتيجوا تقولوا لي انت بتشهر بابوك، انت بتسامح في حق ابوك. انا حق ابويا باذن الله مش هسيبه، حتى لو الطب الشرعي قال لك ده خطأ وارد وهو مش غلطان، حق ابويا مش هسيبه. السلام عليكم.